النجاح. احنا كجيل السبعينات اقترن عندنا كلمة النجاح بكلمة المذاكرة، فأهالينا أساسا قفلونا من كلمة نجاح وما عرفوناش حاجة عن النجاح غير ذاكر عشان تنجح، ذاكر عشان تنجح، ذاكر عشان تبقى باشمهندس، ذاكر عشان تطلع دكتور. ما كانوش بيفكروا غير بالطريقة دي. مش هنقدر نلومهم، هم كان ليهم رسالة في الحياة ورؤية غير الرؤى والرسائل اللي موجودة دلوقتي. أما كبرنا وابتدينا ندخل في الحياة، ابتدينا نعرف إن المذاكرة مهمة، والنجاح مش في المذاكرة بس. النجاح ليه طرق كتيرة قوي ومجالات أكتر، ومش كلها بتيجي بالمذاكرة. إن الواحد ينجح في حياته مش لازم يبقى ناجح دراسيا، إنه يبقى ناجح دراسيا مش بالضرورة ينجح في حياته. لازم الواحد يعرف مجالات الحياة وأنواع النجاح، ويعني إيه نجاح، وإزاي يوصل له، وإيه الاستفادة اللي هياخدها من النجاح في كل مجال من مجالات الحياة. طب هل الإنسان اللي ناجح دراسيا ده هيبقى عنده ساتيسفاكشن داخلي من النجاح ده بس؟ هل اللي ناجح عمليا هيبقى عنده ساتيسفاكشن ورضا عن نفسه وعن المجتمع وعن حياته عشان هو ناجح عمليا فقط؟ يبقى لازم في حاجة اسمها خليط النجاح. ايه خليط النجاح في حياتنا؟ لازم نعرف الأول حياتنا متكونة من ايه. حياتنا متكونة من حاجة اسمها الحياة الروحية، العلاقة مع ربنا، ايا كان الدين، بس في علاقة مع ربنا، في علاقة أخلاقية في حياتنا. في حاجة بعد كده اسمها الحياة الصحية، إن الواحد يبقى ناجح دراسيا جدا أو ناجح في شغله جدا بس مش مهتم بصحته، ومش مهتم بالرياضة البسيطة اللي تخليه قادر على إتمام الشغل. مش هيبقى راضي عن نفسه ومش هيقدر بالتالي ينجح. عشان لو عايز ينجح لازم أول حاجة يقتنع بنفسه، ويبقى عنده المجهود اللي يقدر يأديه في العمل أو في الدراسة أو في أي مجال من مجالات الحياة عشان ينجح فيه. بعد كده في حاجة اسمها الحياة الشخصية. لكل إنسان حياته مع الناس اللي حواليه. لو هو ناجح في العمل جدا وعنده شركته أو راجل مدير أو مسؤول كبير وما عندوش حياة شخصية، هيبقى شكله إيه؟ هيبقى مبسوط إزاي؟ هيقدر يبسط نفسه إزاي؟ مين اللي هيسنده لو مفيش حواليه ناس في الحياة الاجتماعية الشخصية؟ بعد الحياة الشخصية على طول في الحياة الاجتماعية، المجتمع اللي حواليه. هل المجتمع اللي حواليه ده قبله ولا مش قبله؟ هل هو النجاح بتاعه خلاه منبوذ من المجتمع، ولا النجاح بتاعه خلاه مرموق في المجتمع والناس عايزة تقرب له؟ ما هو ما ينفعش انجح في الشغل او انجح في الدراسة وابقى الناس اللي حواليا كلهم بيكرهوني ومش طايقين يتكلموا معايا، وما بلاقيش حد اما اتزنق او ابقى عايز استشيره في حاجة ما بلاقيش حد حواليا، واللي حواليا بيبقوا منافقين. فلازم يبقى برضه في نجاح في الحياة الاجتماعية. طب بعد كده الواحد بينضج وبيوصل لسن معين عايز يكون أسرة. طب الحياة الأسرية دي ما لازم الواحد يعرف ازاي ينجح في الحياة الأسرية كمان. ما هو لو جوه بيته مش ناجح ومش عايش، مش عارف يعيش مبسوط، هيشتغل ازاي؟ هينجز ازاي؟ يعني ايه المردود اللي هياخده؟ ايه العائد اللي هيجي عليه من العمل وحياته الداخلية بايظة او حياته المنزلية بايظة؟ لو هو ناجح عمليا، النجاح العملي ده هو مش النهاية، هو لازم يتطور في شغل ايا كان مهنته، ايا كان شغله، هو لازم يطور نفسه ويدرب نفسه ويفضل يمشي في طريق النجاح. طريق النجاح مش اخر الطريق، النجاح ده اول الطريق عشان نكمله. بعد كده هتيجي النجاح المادي. لو هو دكتور في الجامعة بس ما عندوش قدرة على التحويش مثلا، فهو على طول مزنوق. طب ازاي هينجز وهيقنع الناس بيه وهو عنده مشاكل شخصية؟ فالنجاح المادي ده برضه يبقى اسمه نجاح اقتصادي.
ازاي اتعامل بالدخل اللي داخل لي واصرفه بشكل مظبوط بدون تبذير عشان اوصل للنجاح الاقتصادي. هنا عرفنا ان في اكتر من مجال نقدر ننجح فيه غير النجاح بتاع المذاكرة اللي اهالينا قالوا لنا عليه. ومن هنا لازم نبتدي ندور على حياتنا، على رؤية نعيش بيها، على رسالة نتعامل بيها في الحياة، نبتدي ندور على أهداف، نبتدي ندور على خطة نعيش بيها في كل مجال من مجالات الحياة عشان ننجح في كل مجال على حدة، ونجمعهم كلهم ويبقى إنسان ناجح في النهاية. هنبتدي طريق النجاح مع أمجد سعد، تابعونا. معاكم في أول خطوات طريق النجاح. اتكلمنا المرة اللي فاتت إن النجاح مش في الدراسة بس، في عندنا نجاحات كتير في حياتنا غير النجاح اللي كانوا أهالينا بيكلمونا عليه زمان بتاع الدراسة. إيه النجاحات اللي في حياتنا؟ وهل هي محتاجة دراسة ولا مش محتاجة؟ احنا عندنا نجاح في الحياة عامة، ونجاح دراسي، ونجاح عملي، نجاح علمي، نجاح رياضي. طب نقدر نلم الحاجات دي في ايه؟ نقدر نلم الحاجات دي عشان نحقق نجاح مرضي لينا، ونقدر نقول ان احنا نجحنا بالفعل في حاجة اسمها خليط النجاح. يعني ايه خليط النجاح؟ خليط النجاح ده خلطة صغيرة من حياتنا اللي احنا بنبتدي نعيشها. طيب عشان نعرف ايه الخلطة دي لازم نعرف اركان الحياة اللي احنا بنعيش فيها الاول. اركان الحياة دي هنسميها دائرة الحياة. ايه دائرة الحياة؟ دائرة الحياة زي العجلة، ما ينفعش عجلة فيها نقطة أطول من نقطة وتجري. فيبقى لازم حياتنا تبقى متزنة بشكل أو بآخر عشان نقدر نحقق الكلام ده. طيب إيه هي بقى دائرة النجاح أو دائرة الحياة؟ أول نقطة في دائرة الحياة الحياة الأخلاقية. الحياة الأخلاقية دي لازم الإنسان يبقى ذا أخلاق، يحط قانون لنفسه أخلاقيا. طب في حاجة بعدها اسمها الحياة الصحية. الواحد عشان يقدر ينفذ أو يقدر يمشي في طريق النجاح لازم يبقى صحته كويسة إنه يقدر ينفذ المهام المطلوبة منه عشان ينجح. طب في حاجة بعد كده اسمها الحياة الشخصية. الحياة الشخصية دي فيها بقى تقسيمة كبيرة، منها الحياة الثقافية، الرياضية، الهوايات. الواحد بيتبسط ازاي، بيقدر يتخطى المشاكل بتاعته الحياتية ازاي. دي الحياة بتاعت البني آدم الشخصية. بعد كده هندخل على حاجة اسمها الحياة الأسرية، أو الحياة الأكبر شوية اسمها الحياة العائلية. الواحد وأسرته وعيلته، والده والدته، إخواته، زوجه زوجته زوجها، الأولاد. بعد كده العيلة، صلة الرحم، ازاي الواحد يقدر يعيش مع عيلته ومع أسرته. في بعد كده حاجة اسمها الحياة الاجتماعية. كل واحد فينا عايش في مجتمع. المجتمع ده في ناس من زملاء ومن أصدقاء ومن معارف ومن جيران ومن عاملين ومن موظفين. كل الناس دي في حياتنا عايشة معانا. في حاجة تانية اسمها الحياة المهنية. شغلنا احنا الواحد، كل واحد بيشتغل. المهنية دي هي في سن معين بتبقى الحياة الدراسية، وفي سن تاني بتبقى الحياة المهنية. في حاجة بقى اسمها الحياة المالية. الحياة المالية هي آخر نقطة في دائرة الحياة، إن برضو الاهتمامات. طيب
ازاي بنرتب دايرة الحياة دي، او ايه اللي بيرتب لنا الخطوات بتاعة حياتنا؟ الاهتمامات بتاعة حياتنا حاجة اسمها الترتيب الذاتي. هتلاقي ان ترتيب ده هو الترتيب المنطقي او الدراسي او العلمي لدائرة الحياة. بس كل واحد فينا عنده اهتمامات مختلفة عن الآخر. يعني في واحد الشغل بالنسبة له أهم من الأخلاق، في واحد الفلوس بالنسبة له أهم من الشغل. أنا مش هقول إيه الصح وإيه الغلط، يعني كل واحد في ترتيب الأولويات بتاعته دي حاجة شخصية. هنقول في الآخر الكلام بتاعنا إيه الأولويات الصحيحة والأولويات الخاطئة، بس ما فيهاش إجبار. بس لازم كل واحد فينا يمشي في دائرة الحياة وينفذ كل خطوة فيها بطريقة صحيحة عشان نقدر نبقى أما ننجح يبقى نجاحنا مرضي. وهنكمل معاكم في خطوات النجاح.